السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير كتير. يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. عملت لكم كده فيديو بسيط، يا رب يعجبكم. ده طبعا زي ما انتم شايفين ده كده لبن. اللبن ده يا حبايبي انا كنت بجيبه ب15 جنيه الكيلو، ودلوقتي بقى ب17 ونص، بس برضو ارخص من بره. دلوقتي اللبن بره عامل 23 و25. كل واحد طبعا زي ما احنا عارفين بيبيع ايه بمزاجه وكده. فانا زي ما بقول لكم كده انا بجيبه ب17 ونص. طب بتجيب اللبن من ده منين يا حبيبتي وكده؟ اقول لكم يا حبايب قلبي بجيبه منين. اللبن ده بتيجي واحده من الارياف وكده. كل خميس بتدينا الكيلو على 17 ونص. يعني ربنا يبارك لها حماتي وسلفتي، هما اللي قالوا لي عليها وكده وعرفوني ان اللبن بتاعها جميل ما شاء الله. هو فعلا بالفعل جميل، ما بيكون في حاجه يعني خير ليا وكده ما بيمنعهاش عني خالص. ربنا يجازيهم كل خير. زي ما بقول لكم كده اللبن ده كيلو اهو عامل 17 ونص، والكيس كمان تبص تلاقيه قسملك الكيس على نصين، يعني لو انت حابه تعملي نص او حاجه. دي كمان جبنه قريش اهي. الجبنه القريش دي كيلو عامل 40 جنيه برضو. زي ما احنا عارفين الكيلو بره عامل 45، يعني متهيألي ان هو باين ممكن يكون كمان زاد. فلا دي جميله وما شاء الله وصبحه. الجبنه القريش دي صبحه جدا وجميله ما شاء الله. دي عامله كيلو 40 جنيه. هنخش بقى على الحاجات اللي بعديها دي. طبعا بقى البطاطس دي جبتها ب4 جنيه الكيلو. جبت 2 ونص بالعشرة. وكمان جبت وكمان جبت مرقة الدجاج دي والليمون. الليمون ده يا حبايبي عامل 10 جنيه. في ناس بتبيعه ب12 وفي ناس بتبيعه ب10. انا بص جايبه اللي هو الاصفر والاخضر عشان الاخضر بيطول عندي في التلاجة، عشان انا ما بستخدمش ليمون كتير فايه ما يبصوا كده، عشان انا جايبه كيلو يعني فيطول معايا وكده يعني. المهم، وكمان جبت بقى الفيجيتار ده. الفيجيتار ده الكيلو بقى عامل 25 جنيه. طبعا سعره زاد وكده. وكمان جبت البرتقان ده. البرتقان طبعا بتاع الشتاء ده بيبقى جميل جدا ومسكر. جبت 2 كيلو ب10. بص ما شاء الله البرتقانه جميله ازاي، وقشرتها خفيفه ومسكره فيها عسل الدنيا. وكمان بقى جبت مرقه الدجاج دي زي ما بقول لكم كده. دي اداني السبع وحدات ب5 جنيه. مش عارفه بقى الواحده كده بكام، يعني اقل من جنيه بحاجات بسيطه، صح ولا؟ عشان انا بس مش عارفه احسبها. طبعا بقى لو انتوا شفتوا فيديوهاتي القديمه وكده انا كنت بجيب بالعلبه. العلبه كانت عامله 16 جنيه، وكانت غليت مش عارفه وصلت ل20 في اخر فيديو. دلوقتي زي ما بقول لكم كده السبع وحدات ب5 جنيه. فاحنا جبنا بقى 5 وحدات تقضي الغرض. وكمان بقى جبت كيس مكرونه اللي هي الاقلام دي. كيس بقى عامل 6 جنيه. وطبعا برضو دي كنت بجيبها بالكرتونة. كنت بقسمها انا وامي وكده. بس دلوقتي برضو الكيس بقى ب8 2 فحرام، فجبت كيس كده عشان ايه كمان الفلوس تكفي معايا وكده يعني. وكمان جبت بقى ايه اللهم صل على النبي. جبت الفايش ده جبت ب10. جبت ب10 جنيه فايش عشان ايه ناكل باللبن. وكمان جبت البامبس ده اللي هو بي بيم. عايزه اقول لكم ان انا من اسبوع واحد بس كنت بجيبها ب4 جنيه، دلوقتي بقت ب4 ونص. وفي ناس بتبيعها ب4، بس الصراحه هم بيبقوا بعيد عن بيتي يعني ما ينفعش ان انا انزل يوميا ان انا اجيب اللي هي ام 4 جنيه دي. عامه كده كده ان شاء الله الصيف قرب ونرتاح من موضوع البامبس ده. كمان بقى يا حبايبي جبت كمان البصل الاحمر ده اهو. وجبت البصل اللي هو الاصفر ده برضو اهو. مش مهم وقعت. انت بتضحك عليا. البصله الصفرا دي. البصل الاصفر ده عامل 10 جنيه. ماشي. وفي ناس هتلاقوه بيبيعوه برضو ب8 جنيه. يعني انت ايه دوري كده هتلاقي فيه ناس بتبيعه ب8 وفي ناس بتبيعه ايه ب10. والاحمر عامل 6 ونص. مع ان الاحمر انا بالنسبه لي الاحمر احسن من الاصفر الصراحه. بس انا ايه حبيت اعرفكم ده ب10 وده ايه ب6 ونص. ماشي. وكمان بقى جبت التوم ده انا عشان رصيت الحاجه، يعني رصيت عشان ما بحبش ايه اركنها كتير في الكيس عشان ما تعرقش وكده يعني. بصوا التوم ده الكيلو عامل 10 جنيه اهو. ما شاء الله جامد. بصي بس وانتي بتجيبي تخلي بالك عشان بيبقى فيه ايه فاضي من جوه. بصوا
تخلي بالك وانت بتجيبيه عشان ايه بيبقى فيه فاضي، يعني اضغطي انت كده عليه اهو. بصوا ما شاء الله ناشف اهو. عايزه اقول لكم ان انا قشرت منه حبه حلوين اهو. ده كده ايه كيلو عامل 10 جنيه. ماشي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.